الوداد يسقط في حزمة أرقام سلبية تاريخية، والبنزرتي خارج أسوار القلعة الحمراء، وتخبط غير مسبوق للوداد. طنجة يصعق الوداد ويدق مسمارا في نعش البنزرتي، والكونغولي والتر بواليا يفاقم أزمة القلعة الحمراء، والوداد يفاوض عمود تجديد عقده. سجل الوداد حزمة من الأرقام السلبية غير المسبوقة طيلة مشواره بعد خسارته على ملعبه في الدوري المغربي أمام طنجة بثنائية نظيفة. ففي آخر 10 مباريات خاضها في البطولة اكتفى الوداد فقط بانتصارين أمام كل من المحمدية والبركان، بينما خسر في 4 مباريات وتعادل في مثلها، أي أنه من مجموع 30 نقطة تحصل على 10 نقاط فقط ليهدر 20 نقطة كاملة أبعدته حتى عن الوصافة، وبالتالي الغياب الموسم المقبل عن دوري أبطال أفريقيا بعد أن كان حاضرا في منافساتها على مدى المواسم التسعة الأخيرة. أرقام الوداد السلبية لم تتوقف عند هذه الحدود، فقد فشل الفريق في تسجيل هدف واحد في آخر 3 مباريات، منها مباراتين خاضهما على ملعبه أمام توارغا وطنجة، بينما تعادل دون أهداف أمام الزمالة. ويحتل الوداد المركز الخامس على جدول الترتيب ب 33 نقطة، وانحصرت طموحاته فقط في إدراك المركز الثالث الذي يخوله لعب الكونفدرالية، وهو وضع لم يعشه الوداد منذ سنوات طويلة بالدوري. ومن مصادر خاصة علم أن نادي الوداد الرياضي قرر الانفصال عن التونسي فوزي البنزرتي بعد تدني النتائج منذ إشرافه على الجهاز الفني للفريق بدلا من عادل رمزي. وأكدت المصادر ذاتها أن رئيس النادي الحالي عبد المجيد البرناكي كان له لقاء مع المدرب بعد الهزيمة أمام طنجة، وأبلغه البنزرتي أنه لم يعد لديه ما يقدمه مع إظهار استغرابه الشديد من الوضع الحالي. وقد اقتنع البرناكي بدفعات البنزرتي الذي كان قد استقال في وقت سابق، ورفض مجلس الإدارة الاستقالة، وهذه المرة قرر الاستجابة لطلبه وسيعلن عن القرار لاحقا. ووضع اتحاد طنجة حدا لهزائمه وعاد بفوز ثمين 2-0 من عقر دار الوداد في مباراة مؤجلة من الدوري المغربي. يعيش الوداد الرياضي حالة غير مسبوقة من التخبط نتيجة لوضعيته منذ بداية الموسم والمشاكل التي تحيط به وتهدد مستقبله الكروي، وبعد اعتقال رئيسه سعيد الناصيري الذي قاد الفريق طيلة 9 سنوات، فإن النادي اليوم هو رهينة للفراغ من خلال إشراف مجلس إدارة مؤقت بقيادة عبد المجيد البرناكي. وتواصلت مساعي الوداد من خلال تغيير العديد من المدربين في عام واحد، بداية من الحسين عملوتة ثم الحسن بن عبيشة، مرورا بالتونسي المهدي النفطي، علاوة على الإسباني خوان كارلوس غاريدو، ثم البلجيكي سفين فاندربورغ، ثم عادل رمزي وفوزي البنزرتي الذي قرر بدوره التنحي من منصبه. وفشل الوداد رغم تجريب كافة هذه الوصفات في تحصيل لقب واحد منذ مغادرة الركراكي وليد لتدريب الأسود، ليخسر العديد من البطولات. ويترقب جمهور الوداد الجمعية العمومية المقبلة لانتخاب مجلس إدارة جديد، ومعه التخلص من الديون وإنقاذ الموسم عبر بوابة كأس العرش أو احتلال الصف الثالث بالدوري كي يشارك في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل، علاوة على التعاقد مع مدرب بمواصفات جيدة يقود الوداد خلال الفترة المقبلة، علما بأن الفريق يضم عناصر شارفت عقودها على نهايتها ولم يتضح مستقبلها بعد. وضع اتحاد طنجة حدا لهزائمه وعاد بفوز ثمين 2-0 من عقر دار الوداد في مباراة مؤجلة من الدوري المغربي. طنجة فاجأ الوداد بهدفين مبكرين حمل توقيع الحاج دياكيتي ماديكي وإسماعيل خافي في الدقيقتين 11 و13 على التوالي، ورفع اتحاد طنجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز 11، فيما توقفت حصيلة الوداد عند 33 نقطة في المركز الخامس. وصمد الحارس غاية مرباح أمام كرة إسماعيل الحداد، وكان أخطرها في الدقيقة 39 لينال المدرب هلال الطاير انتصاره الأول على الوداد. وترسخت عقدة المدرب التونسي فوزي البنزرتي أمام طنجة، حيث خسر أمامه في 4 من أصل 6 مباريات. تكون الهزيمة سببا لاجتماع طارئ مع البنزرتي بعدما فقد الوداد كل فرصه في المنافسة على درع الدوري المغربي بعد أيام من توديع دوري أبطال أفريقيا. علم من مصادر موثوقة أن اللاعب الكونغولي والتر بواليا أنهى كافة إجراءات شكاية جديدة ضد الوداد، مطالبا النادي بنحو 250,000 دولار رغم أنه لم يظهر في أي من المباريات معها. وكان رئيس الفريق السابق الناصيري قد تعاقد مع بواليا في ميركاتو الصيف الماضي
إلا أنه تعذر تقديمه وظهوره مع النادي بسبب فائض عدد المحترفين الأجانب، وبعدها رفض اللاعب فسخ عقده وتشبث بكامل مستحقاته المالية. وعكس ما راج من أخبار وتقارير، فإن مجلس الإدارة الحالي لم يفاوض اللاعب والتر بواليا على أي تسوية ودية، واللاعب الكونغولي نقل شكايته لهيئة خاص، ومن شأن إصدار حكم جديد ضد الوداد أن يفاقم أزمته في ميركاتو الصيف المقبل. وكان الوداد قد خسر أمام ذات الهيئة عديد الملفات بمبالغ طائلة للاعبين ومدربين، أشهرهم المدربين حسين عموتة ب 550 ألف دولار، وريني جيرارد بمليون دولار، واللاعب النيجيري ميكائيل بابا توندي ب 550 ألف دولار، وهي مبالغ ثبتت خسائر فادحة وأعاقت استفادتها من إيرادات معتبرة ظفر بها مؤخرا. دخل نادي الوداد في مفاوضات متقدمة مع لاعبه أيوب عملود قصد تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويعد عملود اللاعب الأول المرغوب في بقائه واستمراره مع النادي بالنظر للمستويات الهائلة التي وقع عليها وعدم تأثره بهبوط أداء الفريق في أصعب الفترات. وعلم أن عملود طلب مهلة للتفكير قبل الرد على مقترح إدارة النادي التي تريده ليكون حاضرا كقائد في مونديال الأندية المقبل بأمريكا. وغاب عملود في آخر لحظة عن نسخة أفريقيا بعدما كان ضمن القائمة النهائية، إلا أن الإصابة حالت دون ظهوره ليعوضه محمد الشيبي لاعب بيراميدز المصري. إلى هنا ينتهي التقرير الشامل الكامل الوافي عن كل مستجدات القلعة الحمراء. انتظرونا في موعد قادم بحول الله. إلى ذلك الحين، السلام عليكم.